واش عمرك تفرجتي في ماتش ديال المغرب وحسيتي باللي اللعب كيتلعب بإيقاع متحكم فيه والخصم ما قادرش يواكب؟ هادشي ماشي صدفة، هذا سميتو تيمبو كنترول، تحكم في السرعة وإيقاع اللعب بذكاء. تيمبو كنترول يعني شكون كيقرر سرعة اللعب، متى نسرعو ومتى نهديو، وكيفاش نفتحو المساحات. في المنتخب المغربي هذا الدور ما عندوش لاعب واحد، راه نظام كامل كيخدم مع بعضه. سفيان أمرابط اللاعب اللي كيدير تيمبو كنترول كيهدي اللعب، وبول ريتنشن أي كيحافظ على الكرة تحت الضغط. أمرابط كيقرر متى نهديو اللعب ومتى نبداو الهجوم، وهذا الشيء كيبان ببساطة ولكن مهم بزاف. عز الدين أناحي اللاعب اللي كيدير بروغريسيف باسز كيقدم اللعب القدام وكيكسر خطوط الدفاع بسرعة. أناحي كيبدل الإيقاع في لحظة من البطء للسرعة، وهذا كيخلي الفريق يفتح مساحات. أشرف حكيمي اللاعب اللي كيدير تيمبو اكسبلوجن كيسرع اللعب بانطلاقات سريعة ومفاجئة. حكيمي كيقلب ماتش في ثواني بانطلاقة واحدة، وهذا هو السر في التحول السريع. نصير مزراوي اللاعب اللي كيدير بول ريتنشن كيحافظ على الكرة وسمارت تيمبو كنترول وكيخرج من الضغط. مزراوي كيقرر متى نصبروا ومتى نتقدموا، وهذا كيعطي توازن للفريق. بلال الخنوس اللاعب اللي كيدير تيمبو كنترول وديسيجن ميكينغ كيشوف اللعب قبل ما يوقع. الخنوس كيختار أفضل قرار في وقته، وهذا هو السر في الذكاء الكروي. تيمبو كنترول ماشي لاعب واحد، راه نظام كامل، كل لاعب عنده دور مختلف. أمرابط كيهدي، أناحي كيسرع، حكيمي كيفجر، مزراوي كيوازن، والخنوس كيقرر. هذا هو السر اللي كيخلي الفريق كله يبان قوي، حيت كل شيء خدام مع بعضه. دابا السؤال، إلا لاعب ما كيسجلش وما كيدير اسيست ولكن كيتحكم في الإيقاع، واش ما عندوش قيمة؟ ولا نفهمو باللي هو اللي كيخلي اللعب كله يخدم وكيبان غير اللي كيفهم؟ في الحلقة الجاية غنهضروا على اللاعب اللي كيضغط بلا كرة وكيربح الماتش، بريسينغ.